بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل صحة واحسن حال، امين يا رب. النهارده معانا حلقة قوية جدا، لكن هبدأ باول خبر وهو خبر مش حلو، اللي هو ايه؟ رفض طعن الزمالك اللي كان مقدم للقضاء الاداري اترفض الطعن. الزمالك دلوقتي واستاذ ممدوح عباس، الزمالك هيتحرك للمحكمه الاداريه العليا. مجلس الاداره واستاذ ممدوح عباس ماشيين في الطريق القانوني او الشق القانوني. تمام. انا عن نفسي فقدت الامل في عوده ارض اكتوبر. ليه؟ لان من اول يوم وانا قايل لك ايه؟ الارض دي مطمع لرجال اعمال، وقد كان وخد الارض وخد الارض. استغلوا اخطاء مجلس الاداره في الارض وخدوا الارض. احنا السبب، مجلس الاداره السبب. لو كان من اول يوم في النادي وانشاء نادي 6 اكتوبر اتعامل بطريقه قانونيه في كل حاجه، ما كانش ده حصل. هم كانوا مستنيين على غلطه، كانوا مستنيينك على غلطه، والغلطه حصلت خلاص. والارض دي مطمع من اول يوم وانا قلت الكلام ده، وما عنديش اي امل مع كامل احترامي للقانون وللقضاء. طبعا هو احنا من حقنا نمشي في الشق القانوني والقضائي، لكن انا شايف الموضوع انتهى تماما. وارض اكتوبر خلاص مش هترجع للزمالك. طيب، عايز اتكلم بقى على اخبار الكوره وصفقه احمد عبد القادر. اللي بيعمله جمهور الزمالك، العظمه اللي بيعملها جمهور الزمالك في التشجيع والتيفو والحاجات اللي بيعملوها والروح في التشجيع ونتائج الزمالك مؤخرا، مخليه عبد القادر لا، انا عايز يبقى ليا ظهير جماهيري، انا عايز يبقى ليا جمهور. بالرغم ان عرض بيراميدز اقوى بكتير من عرض الزمالك. عرض بيراميدز اعتقد معدي ال 50 مليون جنيه في الموسم لاحمد عبد القادر. لكن احمد عبد القادر مصمم على الزمالك، وكابتن او استاذ ممدوح عباس بيتواصل معاه، والعرض المقدم من ممدوح عباس لعبد القادر ان هو هياخد 30 مليون جنيه في الموسم، وهياخد يعني نص المبلغ كاش او مبلغ كله مقدما. ده عرض كابتن ممدوح عباس. هتيجي تقول لي هو ايه الاحسن، عبد القادر ولا نجيب وينج تاني؟ بص، انا كرهت اختيارات جون ادوارد. جاب كام صفقه حلوه لكن اختياراته فاشله. لو ماشيكو بانزا هيمشي، ولو كان جون ادوارد هو اللي هيختار كان هيجيب صفقه فاشله. الاداره كانت هتجيب صفقه فاشله. فاللي تعرفه احسن ما تعرفوش. احمد عبد القادر طبعا احسن من شيكو بانزا، واحمد عبد القادر طبعا احسن من مصطفى شلبي. هو وينج مش ايجابي قوي على الجون، فردي شويه، لكن هيبقى اضافه ليك طبعا، هيبقى اضافه لخط الهجوم. احمد عبد القادر كوكتيل مهاراته على فكره. احمد عبد القادر كامكانيات هو ايجابي على الجون، لكن هو بيطولها شويه، فردي شويه، اناني شويه. لكن احمد عبد القادر اضافه يا جماعه، احمد عبد القادر اضافه طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ وحد تعرفه وحد عارف ان هو هينجح معاك، مش حد غريب بقى لسه هنجرب ونجيب صفقه والكلام ده كله. صفقه تبقى زي البطيخه، يا اما حمراء يا اما قرعه. انت جايب لعيب انت عارف مستواه، عارف هو هيعمل ايه. فاذا احمد عبد القادر قريب للزمالك. طيب، الزمالك عنده طبعا اللي هو التحدي بتاع وقف القيد، اكتر مش عارف من 13 قضيه ايقاف قيد. الزمالك كان ناوي بنهايه الموسم او من دلوقتي يعني لغايه نهايه الموسم يبدا محاولات التجديد لرباعي الفريق، اللي هم مين؟ ناصر منسي، محمد شحاته، وحسام عبد المجيد واحمد فتوح.
الزمالك كان عايز يمدد ويجدد عقود الرباعي دول، بس انا بقول لك ان التجديد ده هيتاخر شويه. فكره التجديد معاهم هيتاخر شويه. ليه يا احمد؟ لان احنا بنحاول ان احنا ندبر فلوس عشان نفك ايقاف القيد، عشان نعرف الموسم الجاي نشارك في اي بطوله افريقيه. لسه مش عارفين دوري الابطال ولا الكونفدراليه. اتمنى دوري الابطال، اتمنى الزمالك حتى لو ما خدش الدوري ياخد مركز تاني، اتمنى نطلع من الكونفدراليه ونلعب في الابطال، اتمنى، يعني حلم من احلامي والله العظيم. فانت عشان تاخد الرخصه الافريقيه لازم تفك ايقاف القيد، لازم تفك ايقاف القيد عشان تاخد الرخصه الافريقيه، الرخصه الافريقيه. فدلوقتي مفيش اي وقت دلوقتي ان انا اتكلم مع لعيب واجدد واديله عقد واديله مقدم تعاقد والكلام ده كله، مفيش الكلام ده. دلوقتي انا هم اجمع فلوس عشان ايه؟ عشان اشيل وقف القيد. اول ما اعمل كده ساعتها بقى اتفق مع فتوح وعبد المجيد وشحاته ومنسي، تمام. لكن حاليا كل التركيز ان انا اجمع مبلغ محترم. وعايز اقول لك ان رجال الاعمال دلوقتي في ظل تالق الزمالك كلهم اتلموا مع الزمالك، وان هم هيساعدوا الزمالك ان شاء الله. يعني رجال اعمال الزمالك ان شاء الله الوقت ده بالذات ملفوفين حوالين النادي، لان الصراحه النادي اداؤه كويس، الفرقه ادائها كويس، ترتيبنا الاول على الدوري، وصلنا احنا الفرقه المصريه اللي في نص النهائي، احنا الفرقه المصريه الوحيده اللي مشرفه مصر اللي في نص النهائي. فالناس نفسها اتفتحت ان هم يساعدوا النادي، وان شاء الله لازم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القيد هيتفتح، وهندبر الفلوس، وهيبقى في اتفاقات وديلز والكلام ده كله. لما نخلص بقى الكلام ده نبدا ان احنا نجدد ليه اللعيبه اللي احنا محتاجينها: ناصر، فتوح، عبد المجيد، شحاته. طيب، عايز اتكلم على شيكو بنزا. شيكو بنزا الزمالك قلل مطالبه، الزمالك عايز يتخلص من شيكو بنزا. الزمالك حدد شرط $1,000,000، حدد شرط $1,000,000 لرحيل شيكو بنزا. عايز اقول لك ان لو جه عرض ب 800 الزمالك هيوافق، لو جه عرض ب 900 الزمالك هيوافق، $800,000 الزمالك هيوافق. الزمالك عايز يتخلص من شيكو بنزا. فشيكو بنزا تقدر تقول ان ده اول الراحلين عن الزمالك الموسم الجاي، منتهيه. طب خوان بتزيرة، خوان الفينا بتزيرة، هنا بقى في انقسام. خوان بتزيرة لو اتباع بمبلغ كويس هيحل كل مشاكل النادي، وانا عن نفسي انا تاخد رايي انا مع ابيع اي لعيب. مش عايزين نغلط الغلطه اللي غلطناها مع زيزو. فاكر عقد النيوم السعودي لما كان بعقد بقيمه $6,000,000؟ لو كنا بعنا زيزو ده احنا كنا عملنا فرقه، كنا عملنا حته فرقه، كنا عملنا فرقه خرافيه، وجبنا بن شرقي وجبنا مش عارف مين وجبنا مين، كنا عملنا فرقه قويه. ليه خفنا؟ اصل الزمالك من غير زيزو هيقع، اصل لو زيزو مشي من الزمالك هيقع خلاص. كنا هبل ومغفلين، كنا هبل ومغفلين والله العظيم. ومع ان اخوان بتزرع حريف وجامد ومحترف انا بحبه، وتحس ان هو اصلا طالع من يعني تحس ان اخوان بتزرع ده من ناشئين، طالع من ناشئين، الروح والجرينتا والمهارات وعامل فرق في الملعب. لكن لا، لو جه عرض حلو مع السلامه هجيب وينج يمين تاني جامد برضه. ولو ان انا عندي مشكله مع اختيارات جون ادوارد والاداره عامه، سواء الاداره لما كانت هي ماسكه الموضوع او جون ادوارد. جون ادوارد كده تقدر تقول الصفقات الناجحه اللي جابها صفقتين ثلاثه، صفقات الفاشله اللي جابها 7. فلكن لو خوان بتزيرة جاله عرض كويس يلا بينا، ما عنديش اي مشكله. طيب الزمالك حط 3 شروط عشان يوافق على رحيل خوان بتزيرة، وده كلام رسمي.
ده كلام رسمي من كل المواقع ومن كل الصحف. ايه هو اول شرط؟ ان العرض يبقى اكبر من 6 مليون دولار. حلو، جميل جدا. يبقى العرض ايه؟ اكبر من 6 مليون دولار. طب نمرة 2، ان اخوان بتزيرة ما يتباعش في نادي مصري. يعني هيتحط بند في العقد في حالة انتقاله لنادي مصري الزمالك هياخد نسبة كبيرة. يعني فرضا لو اخوان بتزيرة راح كوبري للاهلي فرضا او بيراميدز، الزمالك هياخد نسبة عدد بيع كبيرة. فده شرط تاني من شروط الزمالك لبيع اخوان بتزيرة. الشرط الاخير ان الزمالك لازم يكون وجد بديل، لان انا ما ينفعش اجي ابيع اخوان بتزيرة وفي الاخر اتزنق مش عارف اجيب حد. لا يا حبيبي، انا قبل ما ابيع اخوان بتزيرة لازم اكون حاطط عيني على لعيب واثنين وثلاثة، وده الصح. انا في واحد هيمشي انا عارف انا هجيب مين. ده الصح، هو ده الصح. فدي شروط بيع اخوان بتزيرة. انت رايك ايه؟ رايك يهمني. شايف ان اخوان بتزيرة يكمل بمهاراته وامكانياته؟ على فكره اخوان بتزيرة عنده مشكله ان هو كايجابي على الجون هو مش افضل حاجه، لكن طبعا جناح خطير ومؤثر مهاري حريف. لو ما سجلش بيصنع وعامل اضافه مع الزمالك، ما قلتش حاجه. لكن انت عن نفسك يعني كرايك انت، لو الزمالك جاله اوفر او عرض باكتر من 6 مليون دولار، هل انت توافق على بيع اخوان بتزيرة؟ وده سؤال الحلقه، مستني اجابتك في الكومنتات. طيب حاجه اخيره عايز اتكلم فيها، ازمه مركز 6. بص يا معلم، انا واحد من الناس اللي كنت بنتقد دونجا. انا واحد من الناس اللي كنت بنتقد ايه؟ نبيل عماد دونجا، كمستوى بقى الباص والطلوع بالكوره والكلام ده كله. لكن دونجا في الحته الدفاعيه كان اسد ما شاء الله، كان بيلتحم وكان مأمن لك العمق الدفاعي. اللعيبه الست اللي جت بعد دونجا، سواء احمد ربيع او بتحط محمد اسماعيل او بتحط محمد شحاته، محدش عارف يعوض دونجا من الناحيه الدفاعيه. كلامي واضح، بتكلم عن الناحيه الدفاعيه. ولغايه دلوقتي معتمد جمال مش عارف يلاعب مين. احمد ربيع لعب كورته حلوه وبيبص لقدام، لكن دفاعيا مش زي دونجا. محمد اسماعيل يمكن دفاعيا احسن من احمد ربيع، لكن على مستوى الباص لا، سيء. كلنا شفنا محمد اسماعيل في نص الملعب، لا ده سيء لان ده مش مكانه، ده مش مركزه. محمد شحاته برضه مش ده مركزه، محمد شحاته 8. محمد شحاته 8 يمين، مايل يمين، ده مركز محمد شحاته. فمعتمد جمال واحد من الثلاثه دول، يا محمد اسماعيل يا ربيع يا شحاته. لسه ان شاء الله بعد فتره التوقف والعوده، زمالك عنده اول ماتش في الدوري هيلاعب المصري البورسعيدي، فانت هتلاعب مين 6؟ فمعتمد جمال الفتره الجايه هيحط الثلاثه تحت الاختبار، الثلاثه تحت الاختبار، ويشوف مين احسن واحد فيهم. مين احسن واحد فيهم؟ ربيع ولا محمد اسماعيل ولا محمد شحاته؟ برضو رايك مهم جدا جدا جدا. شايف مين اللاعب اللي هو رقم 6 المناسب دلوقتي للزمالك؟ احمد ربيع ولا محمد شحاته ولا محمد اسماعيل؟ هتيجي تقول لي محمود جهاد، ما اعتقد يعني صعب، راجع من اصابه ومن غياب كبير، يعني صعب ان هو يدخل في الاجواء. وانت بتتكلم الموسم بيخلص خلاص، بقينا 6 ماتشات في الدوري، خلاص استحاله يلعب اساسي. ده وقت حرج، وقت انت محتاج فيه النقط كلها، محتاج انت في عرض النقطه دلوقتي. فمين يلعب 6؟ شحاته ولا ربيع ولا محمد اسماعيل؟ مستني اجابتك في الكومنتات والتعليقات. وبرضه عايز اعرف لو خوان بتزيرة جاله عرض اكتر من 6 مليون دولار، انت برضه رايك ايه؟ رايك يهمني، هل نبيعه ولا ما نبيعوش؟ بكده خلصت حلقتنا،
شكرا لكم، سلام عليكم.